السلام عليكم. ازاي تحسب طولك ووزنك في الجيش؟ او ازاي تاخد اعفاء وتقارن ازاي ما بين الطول والوزن؟ قبل بس ما احكي لك في الموضوع ده وقبل ما افهمك كل حاجة ليها علاقة بالموضوع ده، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله ليه علاقة بالتجنيد ويوصل لزمايلك. طيب، انا بحسب الطول والوزن ازاي؟ بالنسبة للطول، أنا زمان ما كانش فيه عندي قاعدة معينة بتحكم الطول. كان تقدير الطول بيتقدر بالنسبة للوزن، وكان بيتحسب عن طريق اللجنة المختصة، فأنت ما كنتش بتبقى عارف حاجة معينة. ماشي لحد ما الفريق محمد زكي طلع قريب واتكلم وقال إن العسكري اللي أقل من 160 سنتي بياخد إعفاء. بس خد بالك إن العسكري اللي هو أقل من 160 سنتي اللي بياخد إعفاء ده، أنت ممكن تحسب طولك بطريقة معينة أو تقف على جهاز بطريقة معينة، تكون لابس كوتشي أو تكون لابس شراب أو أي حاجة، فالسنتي بيفرق. فأنت خد بالك إنك أنت ممكن تحسب طولك على إن هو مثلا وليكن 100 مثلا 69 108 159 او 158، عشان انت ما كنتش مثلا لابس شراب، فانت في التجنيد مثلا بتبقى لابس شراب وهكذا. فانت الفكره الطول دي ممكن انت تحسبها وتروح هناك تلاقيها محسوبه بطريقه تانية فخدت لائق. ماشي يعني ما تحاولش تحسبها قوي، بس انا لما بتكون قريبه كده ما تحاولش تحسبها قوي. بس في العموم دي قاعدة عامة لازم تمشي عليها، ان الطول ايه؟ ان الطول اقل من 160 سنتي. طيب، هو لازم اقل من 160 سنتي ياخد اعفاء؟ بص، في التجنيد عشان محدش يكذب عليك، ما تخليش اي حد يقول لك معلومة فيها جزم. مفيش معلومة فيها جزم. ليه؟ لان انت في الاول وفي الاخر، وانا بقول لك المعلومة، انا يعني ما بقولكش المعلومة الأكيدة، أنا بقول لك بنسبة 90% 95%. طب المعلومة الأكيدة فين؟ المعلومة الأكيدة عند اللجنة المختصة اللي هي بتفحصك. طيب، اركن بقى فكرة الطول. الوزن بيتحسب ازاي؟ بص، الوزن في الغالب او معظم الناس اللي بتعدي ال 120 كيلو بتاخد اعفاء. طب ليه بتاخد اعفاء؟ لان الناس اللي عدت 120 كيلو دي بيبقى عندها ترهلات. طب ده دايما؟ لا، دي القاعدة العامة. طيب، يعني ايه؟ يعني ممكن ناس تعدي ال 120 وتاخد، ممكن تلاقي واحد مثلا عن طوله 100 مثلا و 190 سنتي. فال 190 سنتي ده، انت لو جيت تحسب ال 120 او ال 120 كيلو مع ال 190 سنتي، هتلاقي الوزن بيتوزع مع الطول، فهتلاقي جسمه مش وحش، جسمه كويس. اذا هي معادلة، المعادلة بتتحسب، بس المعادلة ما فيهاش جزم. بس معظم الناس اللي هو اللي طولهم بيبقى اللي هم المتوسطين، اللي هم بيبقى مثلا من 170، من 160 ل 170 او من 170 ل 100 مثلا 75 لحد 180 مثلا كده او قبل 180. الناس دي لو وزنها عدى ال 120 ولو عدى كمان 125، يبقى انت في الامان، يبقى انت كده كده واخد اعفاء. بس لو هتسأل على معادلة معينة بتتحسب فيها يعني معادلة معينة مليون المية باخد فيها إعفاء، مفيش حد يقدر يقول لك كده. وأي حد يقول لك إنك أنت رايح بنسبة مليون المية هتاخد إعفاء يبقى كذاب. الا لو انت مثلا 160 سم وواصل ل 120 كيلو، فانت عندك ترهلات في كل مكان، عندك تسدي، وعندك مليون مية، عندك التصاق فخدين، وعندك افخاذ حجمها مش طبيعي، وعندك او وزنك كبير بطريقه مش طبيعيه، فانت اكيد كده كده هتاخد اعفاء. انما في الطبيعي محدش هيقدر يجزم لك مليون المية انك هتاخد اعفاء الا الدكتور المختص او اللجنه المختصه اللي بتكشف عليك. فانت وانت رايح بتسأل، بس بتسأل من باب العلم بالشيء، بس مش من باب الجزم. محدش يجزم لك، لان اي حد بيجزم لك يبقى بيكذب عليك. شكرا، السلام عليكم.